خاربة معنا العموتة حسين عموتة. محاولة جول يأتي من نور الروابط وفوز مبارك والحمد لله رب العالمين. حسب معلوماتك بعموتة وانت قريب واكيد التقيته بالتاكيد وشايف طريقه اداء وانت مدرب كبير كابتن بهاء. الكابتن حسين عموتة انه ما عنده اللي هي انه اليوم فزت خلص يعني طالع رحله او لا بصراحه هو مدرب في معنى الكلمه حسب ما فهمت من الشباب، شديد بنفس الوقت انه مرح نعم. فدائما المدرب الناجح ما بينفع تضلك شديد، طبعا لازم تكون شد وترخي صعبه. اجابتي صحيحه ولا لا؟ اجابتك صحيحه. برا احنا ما بنلعب مع منتخب بصراحه في حياته ما تأهل على كأس العالم. المنتخب السعودي هي المرة الثالثة ولا المرة الرابعة تأهل على كأس العالم. فأنت عم بتقابل منتخب قوي جدا، وشو لعب في كأس العالم وغلب الأرجنتين. غلب الأرجنتين 1-0 نعم في الدوحة. أنت عم تحكي عن منتخب مش إنه منتخب في حياته ما وصل في كأس آسيا وفي حياته ثقافة الفوز وشخصية البطل. بصراحة منتخب متطور، بلد متطورة. الكرة السعودية كلها متطورة، إمكانيات هائلة وفلوس. الكابتن حسين عموتة انه ما عنده اللي هي انه اليوم فزت خلص يعني طالع رحله او لا بصراحه هو مدرب في معنى الكلمه حسب. كابتن حسين عموتة انه جلس مع اللاعبين واكيد عمل اجتماع. دائما احنا في كل ما كنا موجودين في المنتخب في قاعه اجتماعات بحط المباراه قبل الاخطاء كذا نعم وبشرح لك عنها. انا بتوقع الكابتن حسين عموتة انه تابع المنتخب السعودي اخر فتره، ما عنده اللي هي انه اليوم فزت خلص يعني طالع رحله او لا بصراحه هو مدرب في معنى الكلمه حسب ما فهمت من الشباب، شديد بنفس الوقت انه مرح نعم. فدائما المدرب الناجح ما بينفع تضلك شديد، طبعا لازم تكون شد وترخي. اليوم الحسين عموتة اليوم انهيت كل المصطلحات، يعني اتحدث عن التاريخ. الحمد لله حلو في المباراة هاي انه يعني الكابتن حسين عموتة شاهد المنظومة كاملة بتشتغل بود بحب، في تفاهم، في تناغم، كانوا على قدر المسؤولية. المنتخب الوطني بهذا الفوز يضمن بطاقة التأهل الثانية ب10 نقاط. المنتخب الوطني اليوم أعلن أنه تأهل أيضا إلى كأس آسيا 2027 في السعودية. اليوم المنتخب يتأهل للدور الثالث والأخير والحاسم، وفيه ستبدأ رحلة البحث عن بطاقة التأهل لمونديال كأس العالم. حلم كأس العالم يتعزز لدينا، حلم كأس العالم نمضي معه، حلم كأس العالم إن شاء الله قادم وسيتحقق. شفنا الوجه المغاير والوجه الثاني لمنتخبنا، أعطونا صورة انطباع جيدة وممتازة من خلال الشوط الثاني، وقدروا أنهم يسيطروا على المباراة وأعطونا التأهل من خلال ال3 نقاط.